من أسباب إنه فريق برشلونة دائما يفلس أو فريق مفلس ويتعرض ل يعني كبوات مالية لأنه يدفع رواتب ضخمة جدا. هسه دي أعلى الرواتب اللاعبين في الدوري الإسباني، حتشوفوا 37 و33. حتقول إنه ديل لعيبة ريال مدريد أكيد، مبابي وفينيسيوس. بس شوفوا أسباب كبوة برشلونة المالية. شوفوا خلنا أصغر لكم شوية تشوفوا. افتح على هنا. فرينكي دي يونغ 37 مليون بوينت 500 ألف. روبرت ليفاندوسكي 33 مليون بوينت 500 ألف. بعدهم يجي مين؟ كيليان مبابي، ديفيد ألابا، أوبلاك، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، الكاي غوندوغان، في ديريكو فالفيردي، تيبو كورتوا. شوف ريال مدريد رواتب لاعبينه كان قلب على واحد، وشوف رواتب لاعبين برشلونة. ريال مدريد محقق الأبطال والدوري والسوبر، برشلونة ما حقق ولا شيء. عشان كده برشلونة دائما يجيو كبوات اقتصادية ومالية، لأنه الفريق أصلا ما قاعد يحقق، وفي نفس الوقت الرواتب عالية.